السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا بأتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ووصفه جديده، كنتمنى يا ربي يعجبكم. الا عجبكم حبيباتي ما تنسونيش من لايك للفيديو من باب التشجيع فقط، وشكرا لكم دائما. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوه من حلويات العيد، حلوه سهله واقتصاديه بنص كيلو ديال الكاوكاو فقط. غادي نخرجوا بلاطو ديال الحلوى بربعه ديال المذاقات مختلفه وربعه تشكيلات مختلفه بنفس الخليط وبنفس العجين. واللي زوين في هذه الحلوى كتوجد بسرعه، يعني تقدري تحضريها في ربع ساعه، كتجي معلكه ولذيذه، تنوعي بها مائده العيد وتفرحي بها الوليدات في العيد ان شاء الله. ونبداو على بركه الله بتحضير الوصفه. وكيف قلت لكم حبيباتي، بنص كيلو باش غادي نحضروا هاد الحلوى او المعلكه ديال الكاوكاو. هنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو هاد الحمر، خديته مسحته بواحد الفوطه فازقه ونقيته صافي. وغادي نديرو في الفران يتحمر، غير يدخلوا الطياب شي شويه، ماشي يتحمر بزاف، غير واحد شي شويه يدخلوا الطياب صافي. وكنطحنوا بحال هكذا بهذا الشكل كيجي مسمد، يعني ما نطحنوش بزاف حتى كيولي بودره، كنخليوه خشين شي شويه صافي. من بعد ما طحنته كنديرو في القصريه، غادي نزيد عليه كاس ديال السكر ناقص ديال 2 الاصبع، وغادي نزيد كاس ديال الكوك يكون نوعيه جيده، يكون ميدم. الا ما كانش ميدم ما غاديش تجينا المعلكه زوينه ورطبه وكتجي كتعلق. غادي نزيد واحد 2 المعالق ديال المربى ديال المشماش، يكون جاري شي شويه، انا ما كانش عندي، درت غير هذا كنت مصيبه في الدار ديال المشماش. غادي نضيف ايضا معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نخلط المكونات مع بعضياتها صافي. وغادي نزيد 3 كاس ديال زيت المائده. من بعد غادي نزيد واحد الخماره ونص ديال الحلويات، غير خماره ونص، ما ديروش 2 خمارات باش ما تسيلش لكم بزاف في الطاوه وكيخسر ليها الشكل ديالها. وغادي نزيد كذلك واحد الكيس ديال السكر فاني. وبالنسبه للبيض غادي نبقى نزيد بيضه ببيضه، وقبل ما ندير البيض كنخلطو، ندير شويه بشويه حتى كنحس بالخليط تجمع. دابا غادي نزيد البيضه الثانيه لان الخليط مازال ناشف صافي. من بعد ما خلطت بان ليا الخليط مازال خاصو البيض، زدت البيضه الثالثه وما كنزيدهاش كامله، كنبقى نزيد غير شويه بشويه حتى كنشوف واش غادي نديرها كامله ولا غير النصف ديالها صافي. هنايا من بعد ما بان ليا مازال خاص البيض، زدت هذيك الكماله ديال البيضه الثالثه، حيت الخليط خاصو يكون خفيف وكيتلصق في الايد. الا درنا الخليط قاصح غادي تجي المعلكه قاصحه وما كتشققش في الفران، حيت مازال غادي ترتاح وتزيد تشقق شي شويه صافي. من بعد ما جمعت الخليط غادي نقسمه على 4 الاجزاء، كل الجزء غادي ننكهو بنكهه باش نتحصلوا على مذاقات مختلفه وربعه الاشكال مختلفه. بالنسبه للخليط الاول غادي ننكهو بقشور البرتقال معسلين، وبالنسبه لكم يمكن لكم ديروا النكهات اللي كيعجبوكم واللي متوفرين عندكم صافي. غادي نخلطو حتى كيتجانس ليا مع الخليط ديال الكاوكاو. وبالنسبه للخليط الثاني غادي نكهو بالكراميل. انا هنا درت غير الفلون ديال الكراميل، الا كانت عندكم النكهه ديال الكراميل متوفره يمكن لكم ديروها صافي. غادي نخلطو مزيان حتى كيتجانس ليا مع الخليط ديال الكاوكاو. وبالنسبه للخليط الثالث غادي نزيد ليه معلقه ديال الكاكاو، وإلا بان ليا بانه الخليط نشف غادي نزيد ليه واحد شويه ديال البيض باش ما يجينيش ناشف بزاف. هنايا رزت ليه شويه ديال البيض كيف ما كتلاحظوا راه كيتلصق بالايد. وبالنسبه للخليط الرابع اللي هو الخليط الاصلي راه منكه بالقرفه، غادي نخليه بحال هكذاك. غادي ناخذ اول خليط وغادي نكور واحد الكويره تقريبا فيها 18 غرام، غنديرها في ابيض البيض وغادي ندوزها في لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي اللي متوفر عندكم، ولا اللوز كونكاسي، المهم اللي متوفر عندكم بجوج بيهم. هاد الاشكال كيجيو زوينين سواء درتوه في اللوز ايفيلي او في الكاوكاو
او اللوز كونكاسي. صافي غادي نحط الكويرات في اللاطه اللي فرشت ليها الورق ديال الطهي. صافي من بعد ما كملت الشكل الاول غادي ندوز لدابا الشكل ديال الكاكاو. باش ما نطولش عليكم الفيديو كندير غير كويرات او حبات قليله. غادي ندوزو في السكر كلاصي وغادي نزوقو بحال هكذا بالموس من الجوانب. كندير الاصبع ديالي في الوسط وكندير واحد الفليحات اللي كيكونوا مايلين باش كتجيني على شكل وريضه. صافي وفي الوسط كندير واحد الحبه ديال السوريز اللي قسمتها على جوج كنديرها في الوسط. بالنسبه للشكل الثالث غادي نكورو، وكيف قلت لكم كويرات يكونوا بالحجم 18 غرام باش كيجيكم متساويين. كندير شويه المزهر في الكف ديالي. صافي وكندير الكويره من بعد كندوزها في السكر كلاصي. نشفوا ايديكم باش ما كيبقاش السكر كلاصي كيتلصق في الحلوى كيدوب. انا هنايا راه كندير المزهر في الكف ديالي، ولكن الغريبه كنعاود نديرها في الاصابع فقط. ها نتوما كيف ما كتلاحظوا. صافي وكندير حبه ديال الكركاع اللي كندوزها في ابيض البيض وكنديرها في الوسط وكنحاول نضغط شي شويه باش كتشقق ليا الحلوى. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كيجي الشكل ديالها زوين. هذه ديال الكركاع كتجي رائعه. صافي غادي نكمل هاد الشكل بحال هكذا. بالنسبه للخليط الرابع كندهن يدي بشويه المزهر وكندير كويره بحجم 18 غرام. صافي وكندوزها في السكر كلاصي. هذه ما غاديش ندير ليها شي تزيين اخر، فقط غير السكر كلاصي. حاولوا انكم تنشفوا يديكم. انا درت غير هاد الكويرات فقط غير على حساب التصوير. انا كنفزك الكف ديالي، ولكن بالنسبه للاصابع راه كنخليهم ناشفين باش نكمل الحلوه ديالي. من بعد ما كملتها كنضغط عليها بحال هكذا بالظهر ديال المعلقه او بالاسفل ديال المعلقه. صافي وكندخلهم الفران. بالنسبه للفران مهم بزاف، لان الطياب ديال المعلكه هو باش كتنجح ولا ما كتنجحش. الا ما طيبتوهاش بطريقه ناجحه كتجيكم قاصحه. غادي ندخلوها للفران اللي يكون مسخن من قبل ونخليوها 5 دقائق فقط او 6 دقائق. نشعلوا عليها من الاسفل، من بعد نشعلوا عليها من الفوق واحد 6 دقائق. يعني الغريبه او المعلكه ما خاصهاش تفوت لينا 12 دقيقه في الفران. صافي وكنجبدوها. الا فتنا ليها هذا القياس راه كتجينا قاصحه، لان اصلا الكاوكاو طيبناه واحد شي شويه من قبل، يحتاج مازال واحد المده طويله باش انه يزيد يطيب. صافي وهذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران. بالنسبه لهذا الشكل اللي فيه اللوز ايفيلي كنسخن واحد شويه ديال الناباج وكندهنها من الفوق باش كتعطيني واحد اللمعه. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال المعلكه. كتجي زوينه بزاف ولذيذه ومعلكه ورطبه من الداخل وفي وقت قياسي. يعني يمكن ليك تحضريها في واحد الوقت اللي قصير، ربع ساعه غتكوني حضرتي واحد البلاطو ديال الحلوى من 4 اشكال متنوعين. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري حسب الرغبات ديالكم. انا هنايا بالنسبه لهذا اللي فيه اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي زدت لي واحد شويه ديال واحد نص حبه ديال البيستاش من الفوق فقط باش كيعطينا داك اللون. كيبقى الاختيار ديالكم في التزيين حسب الموجود عندكم. وبالنسبه لهذه اللي ضغط ليها على الوجه ديالها من الفوق بالمعلقه، زينتها فقط من الفوق غير على حسب التصوير بوريقه ديال الورد البلدي. وبالنسبه للكميه اللي خرجت ليا انا كل شكل صراحه ما نكذبش عليكم، كل شكل خرج ليا 12 حبه. يعني قسمته على 4 الانواع ديال الخليط، كل نوع فيه 12 حبه بلا زياده بلا نقصان. هذا هو الكميه اللي كتخرج لينا نص كيلو ديال الكاوكاو. صافي من بعد ما كملتهم غادي نديرهم في هذا البلاطو
انا درت غير هاد البلاطو ديال الدار ديال القهوه، لان ما كانش عندي البلاطو ديال الحلوى. بالنسبه للبلاطو ديال الحلوى غادي يبرز الجماليه اكثر ديال هاد ديال الحلوى. انا ما كانش لي يتسخر ليا اللي يجيب لي هذاك البلاطو، ما كانش موجود عندي من قبل. المهم هو الافكار كنتمنى انها تكون وصلت ليكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الحلوى لانها كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. والسلام عليكم الى فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله.